يكون له جرم معروف، مش كده يتاخد يعني من قفاه. في قانون طوارئ بيروح ليه تقرير للامم المتحده ولا للحقوق لحقوق الانسان؟ اي قانون. طب ما هو ده اللي في حقوق الانسان ده اللي بنقوله. طب هو ده بيقوله يا محمد. هو ده اللي بيقوله يا محمد. هو ده القانون اللي نازل انه هيثبت تقرير لحقوق الانسان. منين انت بتقول ده قانون طوارئ وبيروح لحقوق الانسان؟ انت صدقت يا راجل، انت صدقت. بس قانون بنفس النص. انا بصدق يا ابو محمد. انت مصدق. ايوه، هي الحكايه بقى مصدق او مش مصدق. انت حر وانا حر، انزل بس نشوف حد بقى، نشوف حد يتفاهم معاه، يكون عنده نضج فكري ونضج عقلي ونضج انساني ويكون راقي، نتناقش معاه. الظاهر انت اللي بيكلمك عاش في حاله الطوارئ، وفي من اهله كانوا بيتاخدوا لحد الساعه 2 بالليل لقانون الطوارئ دون، لكن عادي جدا. ايوه في اي حاجه. ايه المشكله ان لما يتاخد واحد مشكوك فيه؟ ايوه عادي. ايه المشكله ان الرئيس، انت عارف ان الرئيس دكتور مرسي كان متاخد بقانون الطوارئ كمان؟ انت عارف ان خيرت الشاطر بتاع حزب الحريه والعداله كان متاخد في قانون الطوارئ؟ انت عارف انه كنت يعني الاف كده طوارئ حرين بعدين ثوابت. ايوه عادي، ما انا بقول لك عادي. له ثوابت. خليني ابو محمد، انا بشكرك يا ابو محمد اولا، وبقول لك يعني حاول تترقى، يعني حاول تبقى ارقى من كده، وحاول